طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وصحة والسلامة. وكل سنه والبحريه طيبه ان شاء الله يا رب. وبهني قائد القوات البحريه والقاده السابقين والقاده الحاليين. وانا معتبر يعني عيد البحريه ده عيد لمصر كلها. أكيد. لان افراد البحريه دول هم مواطنين مصريين من قلب هذا الشعب يعني. برضو بحب بس اقول حته صغيره. اتفضل. ان البحريه المصريه دي عمرها اكتر من 5000 سنه. يعني من ايام الفراعنه والبحريه المصريه دي كانت متقدمه جدا. والدليل على كده مراكب الشمس اللي هي اكتشفوها بجوار هرم خوفو. دي تبين ان احنا من 5000 سنه كنا بنعمل مراكب. التصميم بتاعها، الديزاين بتاعها ديزاين خطير جدا. اتعمل نفس الديزاين ده في مراكب يعني كانت شبه بتاعه الفايكنج في النرويج. وكان في عالم انا بس ناسي اسمه، عالم نرويجي، وعمل محاوله انه يعدي الاطلنطي بنفس تصميم المراكب ديت، وعملها حتى من البرده، وجي عملها هنا في مصر وخدها، وكان في عالم مصري معاه، وكان هيوصل لغايه امريكا. ابتدى من انجلترا، ويعني قبلها ب50 ميل كده حصل عاصفه كبيره. فشوفوا بقى العبقريه بتاعه المصريين. وطبعا اللي صمم الهرم وصمم الحاجات دي كلها مش هيعجز ان هو يصمم مراكب. الاثار المصريه القديمه فيها فتوحات، ان احنا وصلنا لجزر البحر الابيض دي تقريبا كلها، في كريت وفي قبرص وفي رودس ولبنان طبعا والمناطق ديت، وفي برضو نقوش على معارك بحريه. فاذا البحريه المصريه دي بحريه قديمه وعريقه وكفاءتها كويسه.